تعالوا بقى النهاردة نغير في أكلنا ونشوف زينب بتعمل ايه النهاردة ونعمل زيها ونشوف الوصفة دي فعلا تستحق التجربة ولا لا. أنا بالنسبة لي بقى عملت العيش التورتيلا ده في قلب البيت، وكل المكونات هنعملها مع بعض النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعة للصفحة. والتتبيلة بتاعتي هتبقى مختلفة شوية عن زينب. معايا هنا كيلو من البانيه متقطع مكعبات، حطيت عليه كيس او نص كيس من خلطة الشاورما، وحطيت عليه بصل بودر وتوم بودر وشوية شطة صغيرين كده وشوية بابريكا وملح، وكمان نص فنجان من اللبن الحليب. تمام. وقلبت كل المكونات دي مع بعضها كده. دي التتبيلة بتاعتي الأساسية. أنا يعني ايه ماليش دعوة بتتبيلة زينب، أنا دي التتبيلة اللي معتمداها في الشاورما بتاعتي. تمام. هنا قطعت الخضار كده، فلفل الوان وبصل لشرايح جوليان، وبدأت ان انا احط عليهم كده ملح وفلفل اسود علشان برضو يبقى طعمهم يعني متبل. بعد ما سبت الشاورما كده حوالي ساعة عشان تتبل، حطيت عليها هنا معلقتين زيت ومعلقة كده من السمنة. مرضتش احط الحاجات دي في البداية عشان بس ما تغلفش قطعة الفراخ وما تشربش من التوابل اللي انا حطاها، فانا حطيتها في الاخر. تمام. هبدأ بقى اجيب صينية الفرن بتاعتي كده وافرد عليها الشاورما اللي انا تبلتها، وافردها بشكل منتظم زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ في الجنب التاني زي ما زينب عملت، هبدأ احط الخضار. عايزة اقول لكم يعني احنا كمصريين بنحب نحط كل حاجة على بعضها وعلى عين البوتاجاز والكلام ده كله، بس انا اول مرة بصراحة اجربها في الفرن. تمام. وهقول لكم بصراحة على تجربتي فيها. إيه طعمها ايه؟ يعني طعمها حلو تستاهل ان انت تعمليها كده ولا ما تستاهلش؟ بس طبعا بالتتبيله اللي انا عاملاها، مش بتتبيله زينب خالص. تمام. بدأت ان انا احط بقى الخضار بتاعي بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ ان انا ادخله الفرن. بوريهولكم اهوت، هو ده الشكل اللي زينب عاملاه، عملت نفسه بالظبط. تمام. بدأت ان انا احطه بقى في فرن يكون يعني بعد النار بشوية كده لدرجة حرارة 180 عشان بس ايه تستوي على راحتها وعلى مهلها. تمام. تمام كده زي الفل. هبدأ بقى ان انا اشوفها، لقيتها خلاص استوت اهيت، ما فتحتلهاش الشواية ولا اي حاجة، هي اخدت اللون من فوق بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. قعدت في الفرن حوالي يعني ساعة او 40 دقيقة. وبدأت بقى ان انا ايه اجيب عيش التورتيلا. عيش التورتيلا ده انا اللي عاملاه في البيت، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت. تمام. حطيت بقى الفراخ كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها الخضار. بالنسبه لكم عايزين تحطوا صوصات مفيش اي مشكله. هي كانت عامله صوص مايونيز زيت وبيض، بس انا بصراحه ولادي مش بيحبوا الصوصات خالص ولا انا بحب الصوصات. تمام. حتى المايونيز والكاتشب، عندي مايونيز وعندي كاتشب، مرضوش يخلوني احط لهم لا مايونيز ولا كاتشب. تمام. تمام كده زي الفل. خلاص خلصت كل الكمية اهوت. عيش التورتيلا حشيتها كده بالشاورما اللي احنا جهزناها، وهبدأ بقى اجيب الجريل كده احط عليه اي مادة دهنية، وارص عليه الساندوتشات بتاعت الشاورما اللي احنا جهزناها ولفيناها مع بعض. عايزه اقول لكم عيش التورتيلا ده في البيت طعمه تحفه يا جماعه، احلى من بره بكتير بكتير. جربوه ان شاء الله يعجبكم. تمام كده. قلبتها على الجنب التاني دوت، وهبدأ بقى ان انا إيه اشوفها معاكم كده الطعم عامل ايه وتستحق التجربة ولا لا. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعة للصفحة، بيساعدني جدا كومنتاتكم وتعليقاتكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. هنا فتحت الساندوتش اهوت، بسم الله ما شاء الله شكله حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم ريحته وهو بيستوي يا جماعه حاجه فظيعه. بجد لها طعم مختلف عن اللي على عين البوتاجاز. جربوها ان شاء الله تعجبكم. كانت معاكم ايمان، مع السلامه.